السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بيعلن القائمة النهائية علشان مباراتي موريتانيا بإذن الله بالتوفيق للمنتخب المصري. كابتن حسام ضم 4 حراس: محمد الشناوي ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، محمد عواد والمهدي سليمان. محمد عواد طبعا حارس الزمالك، والمهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري. ضم في الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي بيراميدز، محمد شحاتة، أحمد كوكا وأحمد عيد. في نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطية، ناصر ماهر وزيزو ودونجا. طبعا في الخط الأمامي في خط الهجوم محمد صلاح، مرموش، تريزيجيه، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مصطفى محمد وأسامة فيصل. دول الناس اللي اختارهم كابتن حسام حسن. طبعا يعني قائمة متوازنة، نقدر نقول هي قائمة متوازنة. اللي استبعدوا منها طبعا إمام عاشور استبعد، أكرم توفيق الإصابة اللي جات له الأخيرة، عمر كمال عبد الواحد هو الراجل ما بيحبوش، فمش عارفين هيلعب بمين أصلا باك شمال، هيلعب بمين باك يمين، فما ضمنش عمر كمال عبد الواحد. هنشوف التشكيلة اللي هيلعب بيها إن شاء الله. ممكن يلعب بمحمد شحاتة، يعني غالبا كده هيلعب بمحمد شحاتة، لأن محمد شحاتة بيلعب باك يمين مع الزمالك بقاله فترة، يعني مع إنه مش مكانه طبعا، هو في خط النص حاجة تانية خالص. دونجا برضو علامة استفهام، بس تعدي، يعني هتلاقي كابتن حسام مش عايز صداع، يعني يقول لك ايه، مش هياخد دونجا يعملوا لي صداع وده احسن 6 في مصر واحسن مش عارف كام، فايه الراجل كبر دماغه. لكن دونجا بالتأكيد مش هيشم الملعب، يعني هو اخره هيقعد على الدكة والخمس تغييرات هتتم وهو اكيد مش فيهم، فخير يعني خير، ما فيش مشكلة لو لعبت ايه، يعني خد له زقة كده عشان ايه، بس ايه الراجل ما يصدعوش. طبعا هتطلع بقى مؤامرة كونية على دونجا، ودونجا كان احسن لاعب الزمالك، وطبعا هو ما كانش كده، ودونجا هو كان بيتخانق بس في الملعب ويضرب، بس ده اللي انا شفته يعني. فكابتن حسام عمل الخير برضه، يعني عمل الصح، قال لك اكبر دماغي واشيل الصداع شويه واضم دونجا في الماتشين دول وخلاص، اهو ايه، ماتشين يفوتوا ولا حد يموت وخلاص على كده وخير. النادي الاهلي اخبار كتيره جايه، الله اعلم بقى الاخبار دي متسربه منين، يعني ان الاهلي بيفاوض لاعب اجنبي ولاعب مصري ولاعب محلي. مين هما؟ ما حدش يعرف. طيب هنلبس تاني لعيب مهاجم، هما بيقولوا مهاجمين. طيب المصري يعني بنسبه كبيره مصطفى زيكو، يلا خلينا نقول اهو بنسبه كبيره جدا مصطفى زيكو لو هو مهاجم مصري. طيب من بره بقى، يعني كل الدوريات قفلت خلاص، الانتقالات عندهم قفلت، فهنروح نجيب برضه لعيب يا اما ما بيلعبش زي موديست ونلبسه الفتره السنه زي ما لبسناه سنه كده ولا سنه ونص، ولا هنجيب لعيب برضه ملوش لازمه وهو يلا نسد بيه خانه وخلاص. احنا عايزين لعيب بقى يسد الفتره الجايه مع النادي الاهلي، يبقى بديل قوي لوسام ابو علي. ما مش نروح نجيب لعيب كبير في السن يقعد معانا موسم ويمشي، او نروح نجيب لاعب ملوش لازمه. فيا ريت تركزوا شويه يا جماعه والله، يعني الكلام ده ما ينفعش في نادي القرن وافضل نادي في افريقيا فالكلام ده لا يجوز بصراحه يعني. فيا ريت يعني بتأني كده والله، لو مفيش مهاجم هيجي يضيف ويبقى بديل او مع وسام علي او وسام ابو علي، يعني راس براس يعني زي ما بنقول كده، يبقى بلاش، يبقى بلاش دلوقتي خلاص، اصل انتقالات يناير كلها شهرين، يعني كلها شهرين، ف يعني نلحق. ده لو مفيش، والله لو في بقى حد فلتة بقى ونقدر نجيبه بقى من الدوري الصيني زي ما كنت بتقولوا، ولا من الدوري معرفش ايه، ماشي شغال. لكن الدوريات الاوروبيه خلاص كلها قفلت القيد ومحدش هيعرف يضيف لعيبه، فمحدش هيقدر يسيب لعيب من اللعيبه بتاعته من الاخر كده، فربنا يسهل. برضه اخبار كتير ان كولر نفسه ما بقاش عايز محمد علي بن رمضان، اشك ان هي اخبار صح، ممكن بقى يكون تمويه شويه والكلام ده، لكن الصفقه ان شاء الله بنسبه كبيره هتخلص في يناير. صفقه محمد علي بن رمضان صفقه ممتازه، صفقه تحفه، لعيب كواليتي رهيب في خط النص، يعني هنقول زي امام ويمكن اعلى كمان من امام في بعض الحاجات، فهيبقى اضافه جامده جدا للنادي الاهلي. بس برضه يعني الانتقالات بتاعه الاهلي احنا ما جبناش لعيبه طبعا، احنا جبنا دفاع بس، اشرف داري، يحيى عطيه الله، يوسف ايمن، وعمر الساعي في خط النص اللي لسه ما شفناهوش طبعا لغايه دلوقتي، يمكن يكون ليه دور الفتره الجايه بعد اصابه اكرم، مع ان اصابه اكرم مش هتطول برضه يعني ان شاء الله.
فهنشوف يعني، هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله في الانتقالات الصيفيه دي. هل الاهلي هيلحق يخلص لعيبه، ولا هيأجل الكلام كله، ولا هو بيهدي الجماهير في السوبر؟ برضه بتبقى الادارات برضه ذكيه كده شويه، يقول لك هدي الجماهير بعد السوبر فهنقول ان في صفقات جايه مش عارف ايه يعني. ممكن تكون جزء من التهدئه يعني. فنتمنى الخير دايما للنادي الاهلي، والناس تكون على قد المسؤوليه يعني. مبروك للكابتن محمد رمضان برضو تعيينه مدير للكره. كان مكان مهم، ولازم يكون فيه شخصيه محترمه زي كابتن محمد رمضان، راجل حازم وراجل فاهم شغله واشتغلها قبل كده، وان شاء الله يظبط الدنيا في اوضه اللبس ويظبط اللعيبه الفتره الجايه. الدلع اللي احنا شفناه مش عايزين نشوفه تاني، لان احنا عمرنا ما كنا بنشوف الدلع ده في النادي الاهلي. ما كانوش بيظهروا يعني لعيبه النادي الاهلي، لو افتكرنا جيل ابو تريكه وبركات وعماد ووائل جمعه والناس دي، ما كانوش بيظهروا اصلا في الاعلام ولا السوشيال ميديا ولا الكلام ده. لكن هنا دلوقتي الفتره الاخيره دي بالاخص بعد كابتن سيد عبد الحفيظ، وكمان بعد كابتن خالد بيوم وسام مكانه، لا الدنيا فتحت على البحر يعني. فان شاء الله كابتن محمد رمضان قدها وقد المسؤوليه، ويظبط الدنيا الفتره الجايه باذن الله في اوضه اللبس في النادي الاهلي. يلا دي كانت اخبارنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.